قلبك وقف قبل كده؟ صحيت من النوم ولقيت قلبك واقف؟ انت خول؟ كلمة ممكن بسببها واحد يقتل واحد تاني، مع ان كلنا الشخرة هي سيمفونية عميقة ارتبطت بظروف تاريخية خاصة، حملت في ثناياها اعتراض قوي نحو السلام. يرجع ظهور التعريس الى ما قبل الميلاد، لكنه كان غير ممنهج ولا مقنن. عندك دورة؟ تضحك ليه؟ لا حياء في العلم. المقصود أصبح لغة عالمية تعرفها كل شعوب الأرض، تتعامل بها كل الأمم، مع اختلاف بسيط في حركة الصباع واتجاهاته. كيف بدأ العلوية هي المبرر للكسل مع فقدان القدرة على فعل الفعل، هي الاستسلام الكامل لرغبات الذات. ايه هو مجدي شطة اتقبض عليه؟ بيقول لك مجدي شطة اتقبض عليه في المرج معاه مخدر البودر. مجدي شطة بيضرب بودر؟ حد يطمنا عليه يا جدعان، الاخبار دي صح ولا غلط؟ بس مش ده موضوعنا النهارده. انا بس حبيت اقول الموضوع ده عشان اللي يعرف مجدي شطة يا جدعان يطمنا عليه، حد النبي يطمنا عليه من اللي بيتابع اخبار النجم. مجدي شطة النبي ده خبر ينزل في جريدة، يا نهار ازرق. يلا ما علينا. عاملين ايه يا شباب؟ عاملين ايه في الجو ده؟ الدنيا في اللوسو. قاعد يا اخويا لا بيا ولا عليا. عرفت ان ايه، في واحده اسمها داليا فؤاد اتقبض عليها اليومين اللي فاتوا دول. قعدت اشبه عليها، مش دي اللي كانت بتعمل فيديوهات كده هوت زمان وما اتقبضش عليها ساعتها؟ ما اعرفش ايه. ومع البحث والدرس اكتشفت ان هي بتعمل حاجه دلوقتي اغرب من كده بكتير واكبر من كده بكتير، وده اللي ادى للقبض عليها. مين هي داليا فؤاد بقى؟ الناس ما تعرفوش عنها انها اتولدت في 6 اكتوبر سنه 1985، يعني عندها تقريبا 39 سنه. درست داليا في كليه اعلام. انا اسمي داليا فؤاد، عندي 34 سنه، خريجه كليه اعلام جامعه القاهره. ولما خلصت اشتغلت في اكتر من عمل فني، ما شاء الله. اشتغلت في التلفزيون بعد نوعيه الفيديوهات دي. عشت في دبي 9 سنين، اشتغلت كل حاجة ليها علاقة بالميديا هناك. رجعت مصر من فترة وكان حلمي ان انا اكون ممثلة او مذيعة. سؤال، اقول لك كممثل ولا كدكتور؟ انت شايف نفسك مين اكتر؟ من ضمن الاعمال اللي هي اشتغلت فيها عريس ديليفري، مسلسل مش عارف جوز ماما تقريبا. اما محتواه بقى كان عن شرح معاني الكلمات الاباح زي ما احنا ما شفنا كده. طب ازاي بقى اتقبض عليها؟ وصلت اخباريه لمطار القاهره عن وصول شخص معاه جنسيه اجنبيه، ولما فتشوه اكتشفوا انه معاه بعض المواد السائله واللي ملهاش طعم ولا ريحه. لما حققوا معاه ودققوا معاه وقرصوا عليه في التحقيق، قال ان في بلوجر مصريه بتساعدني. طب ايه بقى الماده دي؟ دي ماده بدون طعم او ريحه او حتى لون. ولما حققوا مع الشخص دوت اعترف ان في بلوجر في مصر بتساعده، والبلوجر دي طبعا هي داليا فؤاد. واعترف كمان ان هي بتساعده في توزيع المادة دي. طب المادة دي عبارة عن ايه؟ المادة دي يا سادة اسمها مخدر اغتصاب الفتيات، ودي مادة من غير طعم ولا لون ولا ريحة، وسموها كده علشان بتتحط في الاكل او الشرب وما بيكونش ليها زي ما قلنا اي لون او طعم او حتى ريحة. فبتتحط للبنت والتأثير عليها ان هي ما بتقدرش تتحكم في اعصابها وبتكون فاقدة للوعي تقريبا، وكمان ما بتقدرش تتحكم في جسمها، وده بيسهل مأمورية على المغتصب وبتخليه ينجز مهمته بدون اي مقاومة. ونوع المخدر ده يعني اتعمل تقريبا وذكر اسمه بشكل بسيط كده في كام مسلسل وكام فيلم، وتصور فيه قد ايه الضحية بتكون شايفة وحاسه تقريبا بكل حاجه، بس مش قادره تسيطر على اعصابها ومش قادره تقاوم ولا قادره تتحرك طبعا. والكارثه كمان في الماده دي ان بعد ما بتفوق منها او بتفوق البنت من تاثيرها بتنسى كل حاجه وبتقوم فايقه كمان جدا. والكارثه الاكبر بقى كمان ان الماده ديت ما بتقعدش في الدم اكتر من 24 ساعه، يعني حتى مش تقدر تطلع في التحاليل ولا هتقدر تثبت انها كانت موجوده تحت تاثير المخدر ده كمسكن او مخدر. ومن خطوره الماده ديت كمان اتمنعت من استخدامها في المستشفيات وفي بعض العمليات الجراحيه. كانوا بيستخدموها في العمليات الجراحيه الصعبه للعمليه، لكن الموضوع ده اتمنع وما طولش كتير يعني. المهم راحوا لداليا مسكنها اللي هي فيلا في التجمع، ولما فتشوا بقى لقوا ايه؟ 180 لتر من المادة دي، يعني اتجار
ولما واجهوها بالموضوع دوت انكرت طبعا ان ال 180 لتر يخصوها اللي موجودين في بيتها، وطبعا انكرت ان الفيلا دي بتاعتها، قالت لهم ده انا مأجراها ب 17000 جنيه في الشهر. ولما تيجي تبص من الموضوع كده بنظره مبعديه، الشخصيه دي بقالها كتير قوي ما بتظهرش وما بتشتغلش، فبتجيب منين 17000 جنيه كل شهر شهريا عشان تأجر فيلا؟ المهم طبعا انكرت وقالت ان انا مأجره الفيلا دي والحاجه دي ما اعرفش عنها حاجه، دي بتاعت مالك الفيلا اكيد. بس طبعا هي اتحبست لان اللي اتمسك اصلا في المطار اعترف عليها. طبعا خدت 4 ايام على ذمه التحقيق، وسيتم التجديد 15 يوم كمان، وما زال التحقيق مستمر. خلوا بالكم يا جماعه من عيالكم، الماده دي بدات تنتشر وللاسف وصلت لايدين شباب كتير جدا، فيا ريت مزيد من التوعيه، وانا هعمل فيديو اتكلم فيه بالتفصيل اكتر عن الماده دي ان شاء الله الفيديو اللي جاي. كان معكم عمو ريشه، اللي مش عاجبه العيشه ولا اللي عايشينها. السلام عليكم. تمام، وصلنا للقاعة والذوق العام بقى خرب، فقررت أعمل فيديوهات مثيرة للجدل. تاني يوم الفيديو كان جايب أكتر من 10 مليون مشاهدة على صفحات مختلفة. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.